السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم، وهي الطبخ العربي أو المغربي. اليوم إن شاء الله سنأخذ نصيحة أو معلومة عن فوائد أكل التمر على الريق، وهي معلومة جيدة لا تجعلها تفوتك هذه المعلومة. وإليكم تفاصيل هذه التمرة. هذه رمضان فالكل يبتعد عن التمر، ماشي يقدر يكون بعض المرات كياكل التمر، ولكن اكثر كيبعدوا بصفه نهائيا عن التمر، ما كيبقاش ياكل التمر. واكد الباحثون مؤخرا بان هناك مجموعه متنوعه من فوائد اكل التمر على الريق في الصباح، يساعد في تقديم المزيد من الفوائد للجسم، منها قتل الديدان، منشط للكبد، فهو واحد من اعظم الفواكه. واشار الباحثون انه يحمل قيمة غذائية عالية وغني بالأملاح والفيتامينات، مثل فيتامين جي وفيتامين بي جوج، وكذلك فيتامين بي واحد، وكذلك فيتامين بي أ والحديد والفوسفور والكبريت والكالسيوم والنحاس. وذكروا أنه مفيد في الوقاية من السرطان، فهو بصفة عامة يساعد في تجنب الإفراط في تناول الطعام في وجبة الإفطار. وبذلك فإن التمر واحد من أفضل الحلوى أو الحلوى الأكثر تنوعا، والتي يمكن أن تنظم عملية الهضم ويعزز بشكل كبير مستويات الطاقة في الجسم في غضون نصف ساعة من الاستهلاك، لأنه يحتوي على كميات كبيرة من البوتاسيوم. توصي الجمعية الأمريكية للسرطان بتناول ما بين 20 إلى 30 جرام من الألياف الغذائية اليومية، والتي يمكن أن يوفرها تناول التمر في الصباح. والآن نمر إلى بعض الفوائد، ما نذكروهاش كامله، ولكن نذكر لكم غير البعض باش ما يكونش الفيديو طويل عليه. نقدر ان شاء الله في فيديو اخر نكمل لكم الفوائد ديالو. غنذكروا منها ان شاء الله 4 الفوائد. وهي اول فائده، وهي فائده تحسن العلاقه الحميميه بين الزوج وزوجته. كما أن أظهرت الدراسات أن التمر مفيد لزيادة القدرة على ممارسة العلاقة الحميمية لفترة طويلة من خلال نقع التمر في الحليب وتناول المشروب في الصباح على معدة فارغة. يعمل كمنشط جنسي وعلاج الاضطرابات الجنسية المختلفة مثل الحد من العقم، ويزيد كذلك من عدد الحيوانات المنوية وحركاتها، وكذلك تغزيز حجم الخصيتين والوزن. لذلك إذا كنت تبحث عن دفعة لحل المشاكل المختلفة، تناول كمية من التمر اللازمة. ثاني فائدة، وهو كذلك يعمل التمر كملين إذا كنت تعاني من الإمساك في الصباح. من المعروف بأن التمر يعمل كملين جيدا والتخفيف من الإمساك، لذلك ينصح الأشخاص الذين يعانون من الإمساك بتناول التمر لتحقيق التأثير المطلوب. ويجب نقع التمر، يعني كنشدوا واحد الماء، وكنديروا فيه داك التمر، كنلوحوا فيه وكنخلوه واحد الليلة كاملة، وعند الصباح كتشرب داك الشيء اللي درتي كتشربه، وكذا يعطي نتيجه مثاليه. وذلك لان التمر يحتوي على كميه عاليه من الالياف القابله للذوبان، وهي عنصر ضروري لتحسين حركه الامعاء، ويسمح بمرور الطعام الى الامعاء، وبذلك يخفف من اعراض الامساك. الفائده الثالثه، وهي كذلك الوقايه من امراض القلب. التمر من العناصر المفيدة جدا في الحفاظ على صحة قلبك عندما يتم نقعه طوال الليل وطحنه في الصباح لتناوله على الريق، لكي يكون له تأثير إيجابي، على أصحاب القلب الضعيف كذلك. والفائدة الأخيرة وليس الأخيرة بالنسبة للفوائد التمر، وإنما بالنسبة للفيديو عندنا، والفائدة الأخيرة وهي صحة الجهاز العصبي. تعطي الفيتامينات الموجودة في التمر دفعة قوية للجهاز العصبي وتحسين وظائفه. يعد البوتاسيوم واحد من المكونات الرئيسية في تعزيز صحة الجهاز العصبي، ويحسن أيضا سرعة استجابة الدماغ. لذلك فإن التمر واحد من أفضل الأطعمة للحفاظ على صحة الجهاز العصبي. وهذه هي 4 فوائد لهذا التمر، وله فوائد أخرى. إذا أعجبكم الفيديو وشفت المشاهدة عليه كثيرة، غنكمل لكم إن شاء الله الفوائد ديالو. وإلى اللقاء في فرصة قادمة إن شاء الله.